من شبكة قناة سلام الإعلامية في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان المبارك. في بداية هذا اللقاء يطيب لنا ويسعدنا من خلال برنامج فاسألوا أهل الذكر أن نرحب بفضيلة الشيخ حسن سلمان. تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. مرحبا بكم جميعا. ومن خلال هذه الحلقة ونحن في هذا الشهر الفضيل في بداية اللقاء وقد دخلت علينا العشر المباركات، نبارك لجميع المسلمين حلول هذا الخير وختام هذا الشهر وهذا الموسم العظيم، ونحن نعيش بركات هذا الشهر. فإنه حلول هذه الأيام وهذه العشر وما لها من مزية فضيلة الشيخ، حبذا أن تحدثونا عن خصوصية هذه الأيام وما ينبغي أن يكون فيها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيها من الأهمية حتى نعطي للمستمعين والمشاهدين الكرام الأهمية التي ينبغي أن تكون عليها همة الناس وتوجه الناس في هذا الموسم وختام رمضان. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه المسألة، مسألة الاصطفاء، مسألة الاختيار، مسألة التفضيل، يختص بها الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. الله عز وجل فاضل بين خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وفاضل بين رسله فجعل منهم مثلا هنالك أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا. وفاضل كذلك في ملائكته، وفاضل في خلقه عموما في عوالم الأشياء، وليست هي في حالة واحدة، فليس الذهب مثلا كالفضة ولا الفضة كالحديد وهكذا. فالله عز وجل يخلق ويختار. أيضا في عوالم الأزمنة، فالله سبحانه وتعالى فاضل أيضا بين الشهور، فجعل الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فجعل هنالك أشهر سماها الأشهر الحرم، التي تزداد فيها الحسنات وتتضاعف فيها أيضا، أو تزداد فيها، أو يعني يحصل فيها مضاعفة للسيئات. بنفس القدر أيضا هنالك شهر اختصه الله سبحانه وتعالى بأفضال وبحسنات وبأشياء معينة، وهو شهر رمضان. فجعله الله سبحانه وتعالى شهرا لنزول القرآن، وشهر تؤدى فيه فريضة الصيام. هذا أيضا من الأشياء التي نعده في أفضال الزمان. نفس هذا الشهر الله سبحانه وتعالى جعل فيه هنالك أيام خير من أيام، فجعل العشر الأواخر في رمضان أفضل من بقية الشهر، وهذا من تفضيل الله. ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار العشر الأواخر لتكون كأنما يدخر فيها جوائز السباق، يعني الجوائز التي هي مستمرة طوال هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى في كل يوم يعتق من جهنم رقاب العديد من أهل الإسلام وأهل الإيمان. فتتضاعف هذه المسألة في العشر الأواخر. كذلك يعني في العشر الأواخر هنالك تحفة ادخرها الله سبحانه وتعالى، أو هدية ادخرها الله سبحانه وتعالى، وتزيد من فضل العشر الأواخر، وهي مسألة ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة المباركة التي الأجر فيها يعادل 1000 شهر من سائر السنة. فكأنما عمر الإنسان يكون مختزلا في ساعة من الساعات، أو في يوم، أو في ليلة من الليالي. إذا ما استطاع الإنسان أن يغتنمها ويستفيد فيها، فإن المضاعفة بتكون كبيرة جدا. إذن هي على كل موضوع الاصطفاء، موضوع الاختيار، موضوع ما يدخره الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام أمر عظيم. وبالتالي لا بد من الإنسان أن يلتفت إلى هذا الجانب، ويدرك بأن نعم الله علينا تترى وتتوالى، وبأن أفضاله علينا، وأن نفحاته التي أراد منا أن نتعرض لها طوال الليل وأطراف النهار فهي على كل موجودة طوال الشهر،
ولكنها تزداد أهمية وتزداد أجرا وتزداد ثوابا وتزداد مضاعفة للأجور في هذه العشر الأواخر. ولما كان الأمر بهذا الشكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولاها عناية خاصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم. وليلة القدر كما هو معروف في الليالي العشر. إذا أنت في العشر الأواخر أمام اختصاصات وأمام تميز معين لا بد من أن تلتفت إليه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر كما تروي عنه أزواجه وعائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل العشر الأواخر إن النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هذه كانت صفة وضعية أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شد مئزره إما أنه دلالة على مسألة الجدية والعزم، وكما يقول للأحد شد المئزر معنى أنت حاول أن تكون جادا، حاول أن تكون حريصا كذا، أو يكون هنالك أيضا إشارة إلى امتناعه أو عزوفه عن النساء في هذه الأيام الأخيرة اللي هي أيام العشر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء دخلت العشر للقيام أو غيرها كان يدخل في الاعتكاف، وبالتالي موضوع النساء أصلا ما كان له فيه سبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله. من هديه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يقوم في هذه الأيام الليلة وحده ويترك الأطفال ويترك النساء، يحرص أن يكون أهله معه. وأحيا ليله. أحيا ليله فيها إشارة إلى أنه إذا كان في سائر رمضان يمكن أن يحيي بعض الليل، وفي سائر السنة يمكن أن يحيي بعض الليل، فكأنما في العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله. يحيي الليل كله. هذه تقريبا فيما يتعلق بأهمية هذه العشر إن شاء الله التي نحن فيها. بارك الله فيكم. استهلال جميل فضيلة الدكتور حسن، جزاكم الله خير. والأهمية أشرتم إليها، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحيي يعني هذه الليالي. لعل من سائل يسأل فضيلة الشيخ يعني ماذا صنوف الإحياء هذا، يعني كيف تكون؟ الإنسان ربما يعني يمسك بأي مثلا تعبد وما الأولى، وكيف يمكن أن حقيقة يشمل هذا الوقت، لأن الوقت يكون فيه سعة يعني والروح موجودة. فماذا نقول لمن يريد أن يقتحم أسوار هذه العشر وكيف يشغله بماذا يشغله؟ بارك الله فيكم. نعم. موضوع العشر هو يبدأ أولا من حيث التوقيت من لحظة الغروب، من لحظة غروب الشمس. يعني الليلة التي نتكلم عنها هي ليلة تمتد من صلاة المغرب مجرد أن دخلت الليالي العشر إلى طلوع الفجر. نعم. هذا كل الوقت متاح بالنسبة للإنسان أن يشتغل فيه وأن يعمل فيه. عموما كل الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى داخلة معنا. جميل. فقد يحتاج الإنسان أولا أن يحرص على الفرائض فيها. فعندك في هذا التوقيت 3 صلوات مثلا. أنت ممكن عندك صلاة المغرب، وعندك صلاة العشاء، وعندك صلاة الفجر أيضا من صبح اليوم. هذه كفرائض. يعني الحفاظ عليها وأن تكون في المسجد وأن تكون جماعة وأن لا يتم التساهل فيها، هذا أولى بطبيعة الحال من النوافل. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أن يكون الإنسان حريصا على الإحياء بالقيام. نعم. أن أحيا ليله. وعندنا الحديث الثاني من قام ليلة القدر. نعم. والقيام هنا غالبا هو أن يكون الإنسان قائم بالصلاة وقائم بالتلاوة وقائم بذكر الله عز وجل وقائم بالركوع وقائم بالسجود، فهذا الأولى. نعم. الإحياء إذا ذهب في هذا الاتجاه فهو بطبيعة الحال. أيضا يمكن للإنسان أن ينوع. إذا كان أراد أن ينوع فيمكن للإنسان أن يكون له في هذه الليلة أوراد من القرآن الكريم، أوراد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأذكار تسبيحا وتهليلا وتحميدا. أيضا موضوع الدعاء طبيعة الحال كما قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا توقعت أو ظننت أو حدثتها نفس إن والله هذه ليلة قد تكون ليلة من ليالي
من الليالي الفاضلة. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدعاء. إذن عندنا التلاوة، وعندنا الذكر المطلق، وعندنا الدعاء، وعندنا الصلاة، وعندنا القيام. هذه كلها يجب أن تستصحب معنا في مسألة الإحياء. أيضا يمكن للإنسان خصوصا من ليس معتكفا من فترة المغرب مثلا يمكن أن يكون فيها زيارة الأرحام، فيدخل الإنسان وقد وصل رحمه في هذه الليلة المباركة. يمكن أن تكون فيها زيارة مريض فيكون الإنسان عاد مريضا في هذه الليلة. يمكن للإنسان أن يتفقد يتيما أو أرملة أو مطلقة أو فقراء ومساكين قبل أن يدخل في ليلته، فيكون قدم بين يدي عبادته نفع الخلق. والدين بطبيعة الحال خلاصته كيف تعبد الحق وكيف تحسن إلى الخلق. فيمكن كل ذلك أن يدخل معنا إن شاء الله فيما يتعلق بإحياء الليل، وأن هذه الليلة كل عمل من الأعمال الصالحة أنت تقدمها لله سبحانه وتعالى فإنها إن شاء الله مما يدخل معنا في هذا الجانب. وبالتالي لا نحقر شيء من الأعمال، ولكن أيضا لا بد أن نستصحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان قام إيمانا واحتسابا. هذه المسألة الأساسية في الصيام وفي القيام وفي إحياء ليلة القدر، كلها القاسم المشترك إيمانا واحتسابا، بمعنى أن الإنسان يعتبر أن ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى، وأنه يؤمن بالله ويؤمن بما شرع، وفي نفس الوقت يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو قضية الاحتساب. فهذه كلها إن شاء الله مما يدخل معنا في الإحياء وأعمال الإحياء في هذه الليلة أو في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. الحقيقة يعني بالنسبة فضيلة الشيخ لليلة القدر ومكانتها وما جاء فيها من فضل، يعني يأتي هنا يعني بعض الناس كأنه يعني يختزل في أيام مثلا، أو البعض ربما كثير من الناس أيضا يعني كانها يقول مثلا 27، فتجد الازدحام مثلا المساجد أو الحرمين أو كذا في هذا الوقت، ويهمل باقي الأيام. يعني النصيحة أو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في التحري، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى موضوع لفظ التحري النبي قال تحروها، بمعنى هل هي معلومة أم مخفية وقضية تنقلها؟ لو أفدتم المشاهدين الكرام في هذا الباب بارك الله فيكم. أولا من حيث الأدلة الواردة في ليلة القدر طبعا حولها كلام كثير والخلافات فيها كبيرة. نعم. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها مجهولة. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الليلة وأن يحدد الليلة. لكن لاحظ ما الذي نراه الآن واقعيا. الذي نراه اليوم مثلا قد تكون هذه الليلة ليلة 21 عند البعض، وليلة 20 عند البعض الآخر. نعم. والليلة هي واحدة. تأتينا أحيانا بعض الأسئلة، البعض يتصور وكأنما لمن صام مقدما له ليلة ولمن صام الليلة هي واحدة. فستكون للبعض ليلة وترية، وستكون للآخرين ليلة زوجية. فتكون الصورة واضحة. يعني من صام مثلا مع المملكة العربية السعودية سيكون وضعه مختلف عن من صام مثلا مع بقية البلدان. ولذلك حكمة الله اقتضت بأنه والله نحن نلتمسها في العشر. يعني هذا المتفق عليه على الأقل غالب أهل العلم أنها في العشر الأواخر. إذا أردت أن تعمل كما يقولون في الاحتياط وفي الحذر وأن لا يفوتك هذا اليوم، يجب أن تكون في العشر الأواخر أقل شيء عندك في كل ليلة عمل، سواء قمت الليل كله أو قمت نصف الليل أو قمت ربع الليل. المهم لا بد أن تكون عندك في هذه الليالي العشر لا تضيع الليلة. طبعا بعد ذلك سيكون الناس ليسوا سواء، هم درجات عند ربهم، هم درجات عند الله. فمن الناس من يدخل ليلة القدر بساعة وتسجل له ليلة قدر ساعة، ومن الناس من يدخل ليلة القدر بساعتين، ومن الناس من يدخلها ب3 ساعات، ومن الناس من يدخلها بنصف الليل، نصف ليلة كاملة، ومن الناس من يدخلها بليلة كاملة. فهو سباق. هو لا نستطيع أن ننفع كل من استطاع أن يقوم في هذه الليلة من صلاة المغرب إلى صلاة بعمل ما فقد أدركها. لكن شتان بين من يدركها ليلة كاملة ويدون له بذلك أنه قام ليلة كاملة، ومن أدركها في جزء منها. فهي وإن سجلت له ليلة، لكن هو في النهاية سيكون المسألة
بحسب إيه؟ بحسب جهده وبحسب اجتهاده وبحسب ما قام فيه من ذكر ومن تفكر ومن دعاء ومن واضح؟ جميل. إذا لا بد أن نقول بأن إخفاء هذه الليلة كانت من حكم الله عز وجل ومن رحمته بخلقه، وإلا كما تفضلت لو حددت ربما لتزاحمنا جميعا في ليلة واحدة ولنام الناس بقية الأيام. فالآن فيها تحفيز أن المجتهدين بالذات سيجتهدون للحصول في 10 أيام كلها فتدون لهم، وهذا من فضل الله. وأيضا فيها مراعاة هذا الخلاف الذي نحن فيه. بعض الناس يوم 20، بعضهم 21، بعضهم 27، بعضهم 26، وهكذا. فقضية إنه والله الرهان على، عشان كده ما ماشي الآن أنا في اتجاه أن نرجح إنه والله ما هو الترجيح، لا، الراجح أنها في العشر الأواخر. نعم. أو خلينا نقول هذا المؤكد. باقي الأشياء منهم من قال ليلة 27، منهم من قال 21، منهم من قال متنقلة، منهم من قال ثابتة، هذا كله أقوال، لكن لا نستطيع أن نجزم بأي منها سوى أننا نقول عليكم أيها الإخوة والأخوات أن تجتهدوا في هذه العشر بقدر الإمكان. إذا رأيت أنه والله في ليالي معينة أنت والله تريد أن تجتهد فيها أكثر باعتبار أنها الليالي الوترية، نعم، ما في إشكال. لكن هنا تأتي قضية الخلاف الذي ذكرته، قضية أنه والله الليالي الوترية عند البعض هي ليالي زوجية وهكذا يعني. فمسألة الاهتمام بها في عمومها دون أن نضيع الأوقات هذا هو الأفضل. والله تبارك وتعالى جعل ليلة مباركة، جعلها ليلة تنزل فيها الملائكة، جعلها ليلة السلام، جعلها ليلة نزول القرآن. فأنت في هذه الليلة يجب أن تكون إن شاء الله، أو في هذه الأيام يجب أن تعيش الليلة كل يوم. وفي نهاية المطاف أنت تعبد رب الليلة وليس الليلة، يعني أنت في نهاية المطاف تتقرب إلى الله في الزمان، لكن التقرب إليه مفتوح في كل الأحوال. لكن أنت حريص أنه والله هذا التقرب الذي جعله الله محل لحصول الأجر العظيم، أنت أحرص قدر الإمكان ألا تضيع فرصة العشر الأواخر جميعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة من برضو الجوانب اللي ينبه إليها أن هذه الليلة كانت معلومة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يعني ليبلغهم إياها. نعم. فكان جاء في الحديث أنه تلاحى رجلان، يعني فأعمال القلوب وما يتعلق أيضا بتصفية يعني هذا الجانب، الناس كيف يعني يعطى الأهمية حتى تكون يعني بالنسبة لأعمال القلوب ويعني عدم الملاحاة أو عدم الشحناء، وما ينبغي أن يدخلها الإنسان أيضا يعيش أجواءها الإيمانية ويعني يخلص أيضا لربه بالتوبة ونحوها. هذه الأعمال القلبية أيضا لو أشرتم فضيلة الشيخ إلى أهميتها في الإحياء وفي الأجور التي يسعى إليها المؤمن. بارك الله فيكم. هو أعمال القلوب جوهر ما ينبغي أن نصل إليه من خلال عملية الصيام، من خلال التلاوة، من خلال الذكر. يفترض أن تنتهي بنا جميعا إلى إصلاح القلوب. نعم. ولذلك آية الصيام هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى القلوب. إذا كان الإنسان مع كل هذه الأعمال صياما وقياما وتلاوة وذكرا لم يستطع أن يصل إلى تطهير القلب وإلى تزكية النفس وإلى تحقيق مراد الله تبارك وتعالى من هذه العبادات في الوصول إلى روحها، فإنه ما نستطيع أن نقول ما فعل شيء، لكن خلينا نقول أنه لم يستطع أن يصل بها إلى مراد الله عز وجل. فإذا كان كما تفضلت هذه الليلة مشاجرة أو ملاحاة رجلين مثلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى رفع الأصوات وإلى أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو قلق من حالهم، فحجبت هذه الليلة، ولله في ذلك حكمة كما قلت. لكن ما بالك بأنه كثير من الناس يأتي إلى العشر الأواخر وهو يحمل الشحناء ويحمل الضغائن ويحمل الخصومات سواء كان، ويقطع الأرحام ولا يبالي. هو ما شاء الله تجده في الشعائر في الصفوف الأولى مثلا. نعم. وفي الصيام ما شاء الله حريص أن يصوم وقد يتصدق، لكن لا يبالي مثلا من فساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذير كبير جدا في فساد ذات البين، وقال يعني هل أدلكم على
ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالحالقة هنا هي التي تحلق الحسنات وتحلق الدين. فإذا لم يترجم السلوك التعبدي والسلوك الشعائري إلى سلوك عملي أخلاقي مع الناس، العبادات ما أدت غرضها. لذلك الصلاة مثلا، الصلاة فيها ذكر الله، وذكر الله ما فيها من ذكر الله أكبر، لأن قال تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيفترض الشعائر تظهر معنا في إيه؟ في أنها تؤثر في سلوكنا. فإذا كنت داخل رمضان ودخلت اليوم الآن ما شاء الله خلاص نحن في العشر الأواخر ومضت 20 يوم ولم تستطع أن تصلح ذات البين بينك وبين إخوانك، بينك وبين أصحابك، بينك وبين أقربائك، بينك وبين والديك، وهكذا. هذه المساحة الواسعة من الإحسان إلى الخلق، الإحسان. فقد تكون في هذه الليلة والعياذ بالله تحرم هذه الليلة ويكون مانع من موانع قبولها، مثلا قطع الأرحام. قطع الأرحام قد يكون سبب من أسباب الامتناع أنك أنت تستفيد من هذه الليلة. فعلى كل نحن نقول لا بد العبادات أن تؤثر في المعاملات، وأن تؤثر في السلوك والأخلاق، وأن تطهر القلوب، وأن تجعل الناس يذهبون من دوائر العدل إلى دوائر الإحسان، وينتقلون كذلك من دوائر الظلم إلى دوائر العدل، حتى يرتقوا بإذن الله سبحانه وتعالى في إيمانهم، فيحققون بتقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان. هي سباق، كل إنسان سبحان الله يحاول أن يرتقي. لكن إذا دخلت أنت في رمضان في تقوى الإسلام ولا زلت عليها، لم ترتقي بنفسك إلى مسمى تقوى الإيمان بأن تترك الكبائر وأن تنتقل إلى الأعمال التي فيها إن شاء الله أداء الواجبات وترك المحرمات، بل تذهب إلى ساحة أخرى وهي الفضائل العامة من المستحبات ومن النوافل ومن ترك المكروهات ومن أحيانا ترك المباحات التي ربما تؤدي إلى ضياع الأوقات. فما جدوى أو ما فائدة أنك أنت والله يعني تسابق في الأعمال لكن دون أن يكون لها الأثر العملي في حياتك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ومع ما أشرتم إليه من فضل يعني هذه الليلة ومضاعفة الحقيقة لمن ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعطينا هذا الأجر العظيم. فضيلة الشيخ، قد يأتي ربما تساؤل يعني عن علامات هذه الليلة، يعني في ليلتها أو فيما بعدها، مما يعني يكون سببا لأنس الإنسان ويعني راحته، ويعني من هذا الجانب لو أشرتم أيضا جيد. طبعا هي مسألة العلامات هذه سبحان الله يعني فيها أكثر علامة ربما يريدها أهل العلم اللي هي صبيحة هذه الليلة وموضوع الشمس وخروجها دون أن يكون لها إشعاع ويمكن للإنسان أن ينظر إليها مستديرة وعلى خلاف وضعية ربما هذه من أبرز العلامات على كل من. باقي الأشياء حقيقة معظمها قد لا يكون من الأشياء الثابتة القوية التي تستطيع أن تعتمد عليها. لكن سبحان الله أقول مثل هذه الأمور بعض الهدايات إليها هدايات قلبية أكثر منها هدايات مادية. يعني الله سبحانه وتعالى يهدي لليلة القدر أهل الإيمان. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. فالهداية إلى هذه الليلة عند كثير من الناس سبحان الله هداية شعورية، هداية قلبية، لأنه وطن نفسه على حب الله، ووطن نفسه على العمل الصالح، ووطن نفسه على السباق في هذه، فيهديه الله سبحانه وتعالى. الذين اهتدوا زادهم هدى. كلما كان الإنسان مهتديا كلما هداه الله سبحانه وتعالى. سكينة وطمأنينة تنعكس. وكذلك المجاهدة. نعم. كلما جاهد نفسه يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الليل الفاضل. إن الذين قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن ضمن السبل التي يهتدي إليها الإنسان في هذه الأيام من خلال مجاهدته ومن خلال صبره أن الله عز وجل يلهمه هذه الليلة. لكن منهم على كل من تكلم عن قضية هدوء هذه الليلة، سكينة هذه الليلة، شعور كثير من الناس أهل الإيمان بأن والله هذه الليلة ليلة مختلفة كلها. لكن لن نستطيع أن نجزم ونقطع بأن والله هذه هي الليلة قطعا، بل على الإنسان كما قلت أن يعمل
طوال هذه العشر إن شاء الله حتى يدرك هذه الليلة يقينا. بارك الله فيكم. موضوع القيام فضيلة الشيخ هو يعني تعدده بين التراويح وبين يعني التهجد وتقسيمه. هل في هذا ممكن أن تلقوا إشارة يعني ما يمكن أن يكون عليه من حيث العدد أو يعني الفصل هذا، أو الإنسان لو صلى في التراويح ثم يعني اجتهد لأنواع أخرى من العبادة، ما تقولون في هذا الأمر؟ بارك الله فيك. أنا ذكرت بأن الأولى في هذه الأيام الأولى بشكل عام القيام. نعم. خصوصا ليلا الأولى القيام، لأن القيام يجمع التلاوة ويجمع الركوع ويجمع السجود ويجمع الدعاء ويجمع الذكر، كله هذا نعم في قالب واحد. هذا من حيث الأصل، لو أن الإنسان وفق في ذلك واجتهد لأن يجعل أكثر ليله في هذا يعني. لكن الناس طبعا لهم أيضا ارتباطاتهم ولهم أشغالهم، وليس كل الناس أيضا سواء في هذا الجانب. فمن أدرك مثلا التراويح مع إمامه، أدرك التراويح مع إمامه كل ليلة، ويحرص قدر الإمكان أن يكون الإمام الذي يصلى معه يجمع بعض الخصائص، من ضمنها إطالة بعض الشيء في العشر الأواخر، إطالة القراءة. نعم. يعني فكرة اللي هو الإسراع هذه قد لا تؤدي المقصود الذي نتكلم عنه. فكرة تقصير الآيات، يعني آية واحدة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مثلا، هذا لا يؤدي الغرض الذي نتكلم عنه. ومثلا يحرص هذا الشخص الذي يريد مثلا أن يكتفي بالتراويح، طبعا هذه تقسيم التسميات قد تكون من عندنا، التراويح والتهجد هي كلها في النهاية قيام ليل. نعم. الصلاة الأولى والثانية كلها قيام ليل، لكن الناس طبعا درجة أن المتأخرة يسموها تهجد والبدايات يسموها تراويح. فمن أراد مثلا أن يكتفي بالتراويح، أولا عليه أن يختار الإمام الذي يمكنه من السماع الجيد للقرآن الكريم بحيث يستفيد في العشر الأواخر، أنه استمع أقل شيء مثلا يشوف الله إمام يقرأ نصف جزء أو جزء مثلا. تمام. في نفس الوقت يمكنه أيضا من الركوع والسجود بشكل هادئ لا يكون فيها إسراع. نعم. أنت محتاج إلى سكينة في الدعاء. نعم. محتاج ذكر في موطنين اللي هو موطن السجود وموطن الركوع. نعم. ومحتاج كذلك إلى دعاء وأدعية في سجودك. نعم. فأنت محتاج إلى الوقت، هذه مسألة لا بد منها. النقطة الثانية أيضا على الإنسان أن لا يقطع قبل الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف نعم كتبت له قيام ليلة. فمن حرص مثلا العشر الأواخر بهذه المواصفات مع إمام بعينه، واظب معه من تكبيرة إلى إلى التسليمة في الأخيرة مثلا، وأوتر معه أو لم يوتر حتى الإمام أخر، وعلى كل خلاص انصرف الإمام، فقد كتبت له ليلة. نعم. بهذه الطريقة. أراد بعد ذلك أن يزيد ما في إشكال، بس لا وتران في ليلة. نعم. أنت إما أن توتر ابتداء أو توتر انتهاء. فمن الناس مثلا من يرى أنه والله يوتر مع إمامه الأول ثم يصلي بعد ذلك ما كتب الله له دون أن يكون هنالك وتر آخر. ومن الناس من يريد أن يجعل آخر صلاته أو آخر ليلته وترا، فيصلي مع الإمام الأول إلى أن ينصرف، حتى لو قام بعده أتى بركعة بحيث لا تكون وترية، ثم أوتر في نهاية كل ذلك متاح. ومتاح كما ذكرنا أيضا أن يصلي ركعتين، ومتاح أن يصلي 4 متصلات، ومتاح في الوتر أيضا أن يجعلها ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، لمن يعني تهيأت له أيضا الفرصة والاستطاعة موضوع العمرة يعني في رمضان وفي هذه العشر، لو حرصتم عليه لمن ربنا سهل له السبيل، وفضله أيضا في هذه الأيام المباركة، بارك الله فيكم. طبعا هذه من الأشياء سبحان الله التي تدخل في مقدمة الكلام الذي ذكرناه، وهو أن الأفضال والاصطفاء واختيار الزمان واختيار المكان، هذا كله من الأشياء التي تدخل معنا في هذا الكلام. وبالتالي عمرة رمضان أيضا داخلة فيما فضله الله. فمن قام في هذا الشهر بعمرة كأنما قام بحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
فكثير من الناس يوفق طبعا ويحرص أن يكون والله يؤدي عمرته في هذا الشهر المبارك. فهذه أيضا من الأعمال التي تؤدى في أوقات فاضلة، وقد تقع هذه العمرة مثلا في ليلة من ليالي ليلة القدر مثلا، فيكون له عمرة ويكون له ليلة القدر ويكون وقع هذا العمل في الليالي. وعموما من يقوم بالذات بالعشر الأواخر بالعمرة أفضل والله أعلم أن يؤديها ليلا لتدخل معه في الأعمال الليلية، وقد تصادف ليلة القدر فيكون بذلك قد أدخل عمرته في إيه ما بعد المغرب مثلا، يدخل إلى الطواف ويدخل بعد ذلك في السعي وهكذا، فتكون وقعت عمرته في ليلة من الليالي، وقد الله سبحانه وتعالى فضله واسع وكرمه عظيم، فتقع على الأقل كما قال النبي حجة وفي نفس الوقت في ليلة من الليالي إن شاء الله الفاضل. نسأل الله الفضل الكريم. فضيلة الشيخ، بخصوص أيضا ما يكون في يعني نهاية هذه العشر وهو من شعيرة أيضا، قد ربما تكون لنا حلقة للتفصيل، موضوع اللي هو زكاة الفطر، والبعض يتساءل في هذا الباب: هل لي أن أقدم في هذه الأيام مثلا هذه الزكاة ربما لبعده أو لإرسالها أو لكذا؟ لو أشرتم لنا عن يعني هذه الشعيرة أيضا والاهتمام بها ويعني أدائها كيف ممكن يكون؟ نعم. بالنسبة لزكاة الفطر هي غالبا يفترض أن تكون في الأيام الأخيرة. نعم. الأصل أنها تؤدى في اليومين الأخيرين، من ولكن آخر وقتها هو قبل أن يصلي إمام المنطقة التي أنت فيها، يعني قبل صلاة العيد هذا الوقت. فإذا كان والله صلي والإمام انتهى من صلاته فقد فات إيه؟ نعم. فات وقتها كزكاة فطر، تبقى هي بعد كده صدقة من الصدقات، لكن يؤديها أيضا، لابد أن يؤديها. لكن إذا كان والله الإنسان أحيانا يرسلها ولا بد أن تصل إلى الناس قبل أيام، لا حرج في ذلك، أيضا يمكن إن شاء الله إذا كانت أنفع للناس. وبعض البلدان يشعر بأنه والله ليس حولهم مثلا فقراء، أو قد يكون في بلاد كفار يحتاج أن ينقل زكاته إلى بلاد المسلمين. كل ذلك إن شاء الله فيه متسع للإنسان بأنه يمكن أن يقدم إرسال الزكاة حتى تصل إن شاء الله إلى مستحقيها قبل العيد، يعني قبل صلاة العيد لا بد أن تصل. جميل، بارك الله فيكم. الزكاة في يعني من حيث إلى من تعطى الشيخ والمقدار أيضا لو تكلم؟ هي أولا الزكاة من حيث المواد هي تخرج من غالب قوت البلد. جميل. فأنت يعني إذا كان والله قوت البلد هو القمح تخرج قمحا، وإذا كان ذرة تخرج ذرة، وإذا كان رز تخرج رز تخرج أرز. نعم. وهكذا كان الزبيب تخرج زبيب، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حددها بمواد معينة. طيب ده من حيث المواد. جميل. من حيث الكمية يعني تقريبا المقادير تتفاوت من 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو للفرد الواحد. نعم. تفاوت زكاة الفطر، وهي يسموها زكاة الأبدان. يسموها زكاة الأبدان، تخرج على الأشخاص كبارا كانوا أو صغارا. الرجل يخرج عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده وعن والديه ومن تحت رعايته. نعم. وتشوف العدد، عندك 10 أشخاص وأنت تريد أن تخرجها قمحا مثلا، تشوف والله احتياطا مثلا 3 كيلو للشخص الواحد. فإذا عندك 10 أشخاص تخرج 30 كيلو وتعطيها هنا لا أريد حقيقة أن أدخل في الخلافات الفقهية المعروفة سنويا دائما حول العين والثمن. نعم. العين والثمن. على كل نحن نقول ما هو أنفع للمسكين وما هو أنفع للفقير وما هو أصلح له، يجب إن شاء الله أن نؤديها بهذا الشكل، مع أن من أداها عينا فقد أدى بلا خلاف. من أداها عينا فقد أدى بلا خلاف، ومن أداها مبلغ يعني مالي فهو على كل في دائرة الخلاف المعتبر. خلينا نقول هو في دائرة الخلاف المعتبر، ولكن نأمل أن لا تتحول المسألة هذه
إلى جدل كل عام، يعني كل سنة نحن في حالة إيه؟ إشكال، وخصوصا عندما يصل البعض بالتشبث برأيه إلى حد التسفيه. هذه إشكالية، وأنا حقيقة تقلقني جدا. يعني مثلا الذين يريدون أن يخرجونها مالا تجدهم أحيانا تذهب بهم وكأنهم هم العقلاء، هم الراشدون، هم الفاهمين، هم كذا، والآخرين. هذا خطأ، بل من السفه. هذا مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج قمح، أخرج كذا، أخرجها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسفهه؟ يعني من التأدب مع الشريعة، من التأدب مع رسول الله، من التأدب مع أحكام الله، أن هذا فعل بالظاهر على الأقل، ويستحيل أن تبطل حاله. يعني يستحيل، لا عاقل يقول بأن والله هذا زكاته ليست مقبولة، لاحظت؟ لكن الثاني يمكن أن تقول زكاته ليست ممكن. فالذي أريد أن أقول لا بد من الالتفات إلى أننا نقف عند حدود الله سبحانه بالأدب. أنت ترى والله رأي الإمام أبو حنيفة ورأي شيخ الإسلام تيمية الذين قالوا بالثمنية ممكن الثمن يحل محلها وهذا الأنفع، ما فيش كده. هذا رأي معتبر قال به علماء فاضل، قد يكون كما يتصورون هو مراعي لمقاصد الحالة بتاعت الفقير، هذا كلها مش مشكلة. لكن إياك، يعني أديك مثال، لو ذهبنا إلى أن أخذنا بالرأي المالي هذا وأبطلنا تماما فكرة العينيات، هذه أليست كارثة؟ يعني العلماء يقولون كل فرع عاد على أصله بالبطلان لا يعتبر. يعني لو ذهبت الناس كلها في أن تبطل إخراج الزكاة عينا، ممكن النقد طيب يكون في حاجات كثيرة قد، ما هذا الإشكال. ولذلك أنا أقول بل بعضهم ذهب إلى فكرة الإغناء وقال والله أغنوهم. طيب يا أخي أنت أصلا زكاة الفطر في أصلها لا تغني الفقير، تغنيه عن المسألة في هذا اليوم. نعم. لكن لم تحوله غني. فبعض الناس يذهب في الجدل لدرجة أنك أنت تقول والله إيش الحاصل. وأنا يمكن قبل كده ذكرت، يعني لو ذهبنا إلى ما نسميه بالاقتصاد الكلي والمنفعة العامة ورأيت إلى مصلحة الفقير ومصلحة الأمة بمجموعها وكيف يتحرك الاقتصاد، حتلاحظ بأن الذين يقولون بإخراجها عينا قد يكون والله فيه الفائدة الأكبر للمجتمع، في أنه والله حتحرك الزراعة وحتحرك التجار وحتحرك البنوك كل ذلك يمكن أن يتحرك من خلال كل هذا يمكن أن يتحرك. صحيح. وفي نفس الوقت الأمة التي أغناه يعني استطعنا أن نغنيها بمعاشها، بأكلها، بشربها. يعني هذا اليوم أنت استطعت ما شاء الله بعض الأسر أن تأخذ من هذه الزكوات مخزون عام. ما الضرر الذي يقع الفقير؟ يقول لك والله أنت ما راعيت مصلحته. يا أخي أنا مصلحته الكلية صعب أراعيها، أنا الآن في حالة يعني إن يوم العيد يجب هؤلاء الناس لا يخرجون ليسألوا الطعام. فهذه المسألة حقيقة مع أن الإقناع بها صعب، لأنه في النهاية لكل رأي والرأي معتبر. لكن أنا أقول ما أنشده هو أن لا نذهب في اتجاه التسفيه للآراء. نعم أحسنت. التسفيه للآراء وخصوصا الرأي الأصلي. والآن عادي طبعا أصحاب الرأي أيضا الذين يذهبون إلى الإبطال للرأي الآخر أيضا هي في كلها إشكالية. لكن خلينا نقول هذه من الخلافات المعتبرة التي نشأت منذ لحظة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته قد لا يكون الأمر، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف بين من نظر إلى التعليل ومن نظر إلى ظاهر الدليل. فمن أخذ بظاهر الدليل صار إلى اليوم متشبث بأن والله يخرجها عينا. بعض الناس يقول لك والله يا أخي هؤلاء الفقراء أنت تعطيهم إياها من هنا يذهبوا يبيعوها من هناك إلى التاجر نفسه. طيب أنت إذا كان والله شاعر بأن زكاتك يحصل في هذا التلاعب، اذهب واعطيها فقراء حقيقيين محتاجين إلى هذا النوع من المواد، محتاجين إلى الرز، محتاجين إلى القمح. نعم. وليس صحيحا كما نتصور بأنه والله لدرجة بعض الناس يقول لك يا أخي حاجته إلى التكييف، حاجته إلى إصلاح مكيف. هذه كلها قضايا تدخل معنا في عموم الزكوات، تدخل معنا في عموم الصدقات. لكن هذه تحديدا زكاة الفطر المقصود منها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، هكذا الحديث ورد فيها. حتى قضية أغنوهم يجب أن نحملها على إغناء الطعام لا مطلق الإغناء.
مطلق الإغناء صعب. ما في اليوم زكاة فطر ستغني إنسان لعام كامل. فهذه كلها من القضايا التي لا بد أن نراعيها في موضوع زكاة الذين يأخذونها. برضو دي مهم جدا، لأنه بعض الناس برضو يلحق زكاة الفطر بزكاة الأموال. زكاة الفطر عندها فقط مجالين، حيث المصارف، مصرفين الفقراء والمساكين. نعم. فلا يدخل فيها بقية الناس. جميل. يعني هناك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الزكاة مصارفها 8. زكاة الفطر هي زكاة أبدان ومصارفها في الفقراء والمساكين. فمن كان فقيرا ومن كان مسكينا يعطى من الزكاة. طيب بعض الناس سبحان الله وتجب على من إيه؟ تجب على من ملك قوت يومه وليلته، اللي عنده قوت يوم وليلة له ولأولاده وعنده زائد من ذلك عليه أن يخرج، وجبت عليه. هنا طبعا تأتي لطيفة مهمة جدا. نفس هذا الفقير الذي أخذ مثلا نقول وصلته زكاة الفطر قبل يوم، وما شاء الله وفر له ولنفسه قوت يوم وليلة له ولأسرته وزاد، يخرج مما أتاه أيضا زكاة لنفسه، فيدخل ما شاء الله أخذ من جهة وأعطى إيه من جهة، أخذ من جهة وأعطى من جهة. فهذه خلاصة فيما يتعلق بزكاة الفطر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعل يعني أن نختم يعني مقصود حقيقة هذه الزكاة وما يتعلق بالصوم وبالتكافل أيضا، والإسلام يعني يحرص حقيقة على هذه المعاني السامية. وأيضا بارك الله فيكم حثكم للمستمعين المشاهدين أن يعني نجتهد جميعا إن شاء الله في هذا الموسم المبارك، لنجعله بإذن الله يأتي العيد وتتحقق فيه إن شاء الله الفرحة المنتظرة يعني، ولعل يكون العيد حلقة خاصة به إن شاء الله. لكن في هذا الصدد تختم لنا بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة لزكاة الفطر وعموم الزكاة سبحان الله معنى التطهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. معنى التطهر لا بد من استحضاره في الزكاة. وهذا التطهر له بعدين: البعد الأول البعد الشخصي، البعد القلبي، البعد الذاتي، وهو أن يتطهر هذا الصائم من كثير مما يعلق بالنفس البشرية. الزكاة تفعل ذلك بشكل عام. الزكاة تفعل ذلك. الذي يتصدق يفعل ذلك، بمعنى الشح، البخل، الأنانية، الحرص على مصلحة النفس. هذه كلها العلل الذاتية في الإنسان تطهرها من خلال العطاء. يا سلام. خلال العطاء. نعم. هنا أيضا عندنا علل أخرى في الصيام، اللي هو أحيانا يكون الإنسان زي ما تقول أحدث أشياء في صيامه. قد يكون سب شخص أو كان أساء إلى شخص أو ربما تجاوز في شيء معين دون أن يكون إبطال لصومه. فزكاة الفطر تؤدي إلى التطهير في هذه الأشياء. يعني هي تحاول أن تكمل كثير من النواقص، وكأنما تقوم مقام الاستغفار في الأعمال التي نقوم به. يعني أنت الآن تؤدي الصلاة، ثم بعد الصلاة مباشرة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر. وغالب الأعمال يعني الصالحة تختم بها، تختم بالاستغفار. حتى قيام الليل قالوا بالأسحار هم إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. وهو يقوم الليل ومع ذلك يستغفر في الأسحار. لماذا؟ حتى يسد الخلل والنقص الذي صاحب عبادته. فأمرين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحالة الأولى هي التطهر، وهذا يستفيد منها المزكي في أنه طهر نفسه من بخلها ومن شحها وطهر صيامه مما علق به من نواقص. وفي نفس الوقت ساهم وأحدث تكافل مع إخوانه. فبعد التكافل حاضر بأنه تكافل عن طريق الطعام أو عن طريق الإطعام. حاول أن يشارك إخوانه في هذا اليوم، أن لا يكون هنالك والله من المسلمين من يتسول، من المسلمين من يدور على الناس ليأخذ ما يأكل، لا، يكون الشخص في بيته، وبذلك يتحقق التكافل على كل. المؤقت الذي يفترض أن يؤدي بنا إلى التكافل الأوسع. فأنت والله من زكاة الفطر اللي محدودة بيوم معين تنتقل إلى الزكاة المالية العامة التي يفترض أن نعالج بها كثير من المشكلات التي تتعلق بالإنسان طوال العام، سواء كان فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أو صاحب دين أو مجاهد في سبيل الله.
فتنتقل بنا إلى التكافل في المجالات الأوسع، ولكن هنا في زكاة الفطر التكافل الخاص بالفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حقق النفع والفائدة لمن حضر ومن استمع إن شاء الله تعالى. وفي ختام لقائنا هذا نوصي الجميع بتقوى الله عز وجل وبالحرص على الاستفادة من هذا الموسم الطيب المبارك الذي يعني الإنسان يسأل الله أن لا يجعل آخر عهده في رمضان في هذا الشهر. يسأل الله كثيرا أن تتكرر علينا رمضان أزمنة عديدة، ونحن إن شاء الله على صحة وعافية وقبول، وعلى أوطاننا جميعا أوطان المسلمين بالأمن والسلام، وأن يفك أسر المأسورين ويقضي حوائج المحتاجين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله القبول والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما أكرمنا بحضور أول الشهر أن يكرمنا بختامه وقد غفرت ذنوبنا، وأكرمنا بليلة القدر جميعا حتى بإذن الله نكون من المقبولين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. نشكر فضيلة الشيخ ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.